سؤال النهاردة في تربية المراهقين من أم ولد عنده 11 سنة. بتقول ليه ابني ما عندوش ثقة في نفسه؟ السؤال ده مهم، والمشكلة دي متكررة بالذات عند الولاد والبنات اللي في بدايات المراهقة. في سببين ممكن يكونوا بيخلوا ولادنا ما عندهمش ثقة في نفسهم: سبب خارجي من براهم وسبب داخلي. السبب الخارجي ان في حد مهم في حياتهم، حضرتك بقى باباهم، حد من اخواتهم او حد من اصحابهم، دايما بيسخر منهم وبيقلل من قدراتهم، ومع تكرار الكلام ده ابن حضرتك بقى يصدق الموضوع ده وثقته بنفسه قلت. وطبعا تبقى كارثة لو الحد ده حضرتك او باباه، لأنه من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الدنيا إن أقرب الناس للواحد هم اللي يكونوا بيقللوا ثقته بنفسه. والسبب التاني سبب داخلي عند الولد نفسه، إنه يبقى حاسس إن مفيش حاجة هو متميز فيها أو ناجح فيها. لأن الولاد لما بيكونوا شاطرين أو متميزين أو ناجحين في حاجة معينة بيبقوا بيحققوا فيها إنجازات، بيبقوا بيتلقوا مدح كتير عليها، ودي حاجة بتقوي جدا ثقة الواحد في نفسه. طيب أعمل إيه؟ أول حاجة لو السبب خارجي، لو في حد في حياة ابنك بيقلل دايما ثقته في نفسه أو بيسخر منه أو بيكسر جناحاته، حاولي بكل الطرق إن الشخص ده يخرج من حياته، أو على الأقل قللي جدا التواصل معاه لحد ما عود ابنك ينشف كده ويعرف يحط كل واحد عند حده، ويعرف يحط الكلام ده في حجمه الحقيقي من غير ما يأثر عليه. وطبعا طبعا لو حضرتك أو باباه بتعملوا كده لازم توقفوا الكلام السلبي فورا. تاني حاجة، بلغي في مدحه، امدحيه كتير وخلي كلامك معاه إيجابي. حتى لما يغلط حاولي تعالجي الأخطاء بطريقة إيجابية، لأن لو كل كلام حضرتك معاه عبارة عن أوردرات وخناقات ونقد لكل حاجة بقى في حياته وشكله ولا طريقة مذاكرته ولا قعاده على الموبايل كتير، أكيد ثقته في نفسه هتقل، ومش بعيد كمان الموضوع يوصل لمرحلة من مراحل إنه يكره نفسه. فلو سمحتي خلي كلامك معاه إيجابي بمبالغة لحد ما ثقته في نفسه تبدأ تتبني من تاني. وآخر حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، لو سمحتي ساعديه يدور على نقطة التميز اللي في حياته. ولادنا وبناتنا لما يكونوا شاطرين في حاجة ومتميزين فيها، دي من أكتر الحاجات اللي بتساعدهم يبنوا ثقتهم في نفسهم. أي حاجة بقى، إن شاء الله يا رب مادة هو شاطر فيها في المدرسة، إن شاء الله سمة معينة في شخصيته حلوة وجميلة، وإنتي أدرى واحدة بابنك بقى. ابنك حنين، ابنك طموح، ابنك بياخد باله من الناس اللي زعلانة وبيعرف يجبر بخاطرهم، أي حاجة. أو يا ستي عندك أي هواية هو شاطر فيها، ابنك رياضي متميز ولا بيعزف آلة حلوة قوي، إن شاء الله يا رب يكون بيعرف ينسق الألوان حلو وبيعرف يلبس لبس شيك. أي حاجة هو متميز فيها سلطي عليها الضوء بالزيادة وامدحي فيها وتكلمي عليها قدام الناس في وجوده وفي عدمه، فده هيساعده إنه يبقى عنده إنجازات ويتلقى المدح في الموضوع ده، وده يقينا هيزود ثقته في نفسه.